اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نشوف جهزت عشاء ايه امبارح للأولاد. عملت لهم كشري اسكندراني وعملت لهم بيض مسلوق وسلطة. جبت بقى الحلة وسبتها تسخن كويس جدا عشان نعمل الكشري الاسكندراني، وحطيت بقى سمنة وهحط شوية زيت واسيبهم بقى يسخنوا كويس جدا كده. اول بقى ما اتاكدت ان السمنه او الزيت سخنوا كويس وساحوا، هبدا بقى انزل ببصلايه متقطعه مكعبات. هبدا بقى اشوح فيها كده لغايه اما البصلايه تصفر عندي تدبل يعني. اول بقى من البصلايه كده دبلت، هبدا بقى ان انا احط معلقه كبيره كركم. الكركم طبعا كنا عارفين ان هو مفيد جدا. احط بقى معلقه كبيره كده، وبعد كده هحط بقى فلفل اسود، رشه من الفلفل الاسود. وطبعا هبدأ بقى ان انا احط الملح اللي عندي. حطيت بقى رشة كده من الملح، وهبدأ بقى اقلب كده كل الحاجات دي مع بعضها كده. بعد ما قلبتهم كده هبدأ بقى انزل بمقدار المية اللي عندي. بحط بقى المية كده، بعد كده بقى هبدأ اقلب لان عايزة الملح اللي عندي يدوب كويس جدا. خلاص بقى هنا كده دوبت الملح. هبدأ بقى ادوق كده، لو محتاجين ملح بنزود، بس انا صراحة لقيته مظبوط كويس جدا، مش محتاجة ازود ملح تاني. بعد بقى ما المية غليت عندي رز مصري وعدس اصفر، غسلاهم كويس جدا ومصفياهم من المية. بعد كده هنزل بقى على الرز كده بالرز كده على المية، وهبدأ اديهم تقليبة واغطي بقى الحلة عندي واسيب الرز يتشرب كويس عندي. بعد كده كنت سلقه لهم بيض بقى، سلقت لنفسي بيض احمر وسلقت لهم هما بيض بلدي. انا ما باكلش البيض البلدي، بس البيض البلدي ليهم مفيد. هبدأ بقى اقشر البيض كده، طبعا بحط اللي انا قشرته في طبق تاني خالص. بعد كده بقى هبدأ ان انا اصفي بقى واشيل اي قشر كده في الحوض. بعد كده الرز بقى كان اتشرب كده، وهديت عليه النور وسبته يستوي براحته. كنت بقى خلاص الاكل كده، الرز استوى خلاص، كنت خلصت الاكل. حطيت بقى السلطه والكشري وكمان البيض. في ناس بقى بتحب تقدم مع الكشري ده صلصه، بس احنا مش بناكل جنبه صلصه. بعد بقى ما خلصت حطيت لهم بقى بطيخ وشهد بعد العشاء بشويه كده. بس كده يا حبايبي، اهم حاجه ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وبس كده يا حبايبي، يكون الفيديو بتاعي انتهى معاكم.